السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي ومتابعيني عاملين إيه؟ لكل اللي بيشاهدني برضه كل عام وأنتم بخير. النهارده بقى قُلنا نعمل معاكم في أواخر رمضان كده مهلبية البرتقان بالجزر، وتجربوها معانا وتشوف رأيكم فيها. بدأنا كده إن شاء الله نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، جبنا حوالي كيلو من البرتقان قشرناه بالشكل ده، جبنا برضه حوالي نُص كيلو جزر، قشّرته غسلته كويس جدًا وقشّرته وقطّعته شرايح زي ما أنتم شايفينه كده في الفيديو، وطبعًا حطيت عليه مَيّة وسلقته على النار، علّيت عليه النار وسِبته يتسلق وقطّعت البرتقان شرايح بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، شايفين حبايبي شكل البرتقان؟ هابدأ بقى دلوقتي أعصره في الخلاط، أشيل منه البذر والحاجات اللي فيه دي وأقوم إيه، نازلة بقى في الخلاط عصراه بالشكل ده، شايفين حبايبي؟ يا ريت بقى اللي بيشاهدنا ولسه ما عملناش اشتراك ينزل كده ويشترك ويفعل الجرس على علامة الكل، ويتابعنا بقى الحاجات الجاية إن شاء الله هنعمل معاكم حاجات جميلة يتابعها ويقول لنا رأيه في الكومنتات بقى إيه اللي يعني عاجبه والّا لأ. شايفين حبايبي ده الجزر بعد ما عملناه، والبرتقان بعد ما عصرناه هنبدأ في حلة كده ننزل بالبرتقان على النار، وطبعًا بنحليه بالسكر حسب ما أنتِ عايزة، السكر حسب الرغبة، بانزل بحوالي كوباية صغيرة سكر بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده، واقلبه كويس جدًا، لو عندي فانيليا عندي أي نكهة برتقان أي حاجة عايزة تضيفيها لتعزيز الطعم بتضيفيها، أنا عندي فانيليا برتقان حطيتها، عندي كده حوالي 3 معالق نشا قلبتهم كويس جدًا مع فانيليا، وهانزل كده على النار، أبدأ أنزل بالإيه، بالنشا بتاعي بشوية مَيّة مدوباه، هانزل الأول بالجزر قلبته كله مع بعضه الجزر مع البرتقان وأنزل بقى بالنشا لحد ما يربط معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هاقلب مع التقليب المستمر، لو بمضرب سلك بمعلقة أي حاجة هيتقلب معاكِ كويس جدًا، بدأت كده أقلبه كويس جدًا لحد ما تماسك معايا وخد القوام المضبوط، شايفين حبايبي شكله؟ بقى القوام بالشكل ده كده، ده لحد ما يتماسك معايا خالص، طبعًا أنا باحطه في التلاجة فوق فترة فبياخد إيه قوام ماسك وحلو، بدأت كده في صينية أو بايركس الصينية البايركس دي نزلت المهلبية بتاعتي بالشكل اللي أنتم شايفينه، وفضل عندي برضه جزء، عملت كاسات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على جماله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شايفين حبايبي؟ أنا بدأت عملته وهو سخن المفروض أسيبه يبرد شوية، بس عشان باسجل معاكم تشوفوه، شايفين حبايبي شكله؟ عمل معايا كمية كبيرة ما شاء الله، وهنبدأ بقى يبرد شوية، هنسيبه شوية يبرد وبعد كده نزينه، وبعد كده ندخله بقى في التلاجة لحد ما يتماسك ونبدأ ناكل منه. شايفين حبايبي كده برد، بدأت نزلت بالجوز الهند بتاعي، عايزة تزوقي انت بجوز هند بسوداني بأي بزبيب بأي حاجة عندك هتزوقيه ببرتقان شرايح أي حاجة. هبدأ كده نزلت كده بالجوز الهند من الجناب، أنا زوقته نظام كده مربعات عشان لما تيجي تقطعيه يبقى ايه كل مربع فيه الجوز الهند بتاعته. شايفين حبايبي شكله؟ هبدأ كده أنزل بقى بالجوز الهند طولي وعرضي كده بالشكل ده، شايفين شكلها؟ ما شاء الله خلّيت لي شكل كده حلو، عايزة أنتِ تزوّقي بأي شكل أو تزيّني بأي شكل أنتِ عايزاه ما فيش مشكلة، أي شكل هيبقى جميل معاكِ، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. شايفين حبايبي شكله؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة كده جميلة ومفتقرة ولو جالِك ضيف أي حاجة تقدّميها له، حاجة جميلة جدًا. هابدأ برضه المربع ده كده أعمل بيه شوية كده تزيين، شوية زبيب كده من النُص وزوّقته بالشكل ده. شايفين حبايبي؟ والكاسات اللي إحنا عملناها بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة كده جميلة، جميلة، جميلة. جرّبوه بجد مش هتندموا، وهتعجبكم جدًا وهيعجب أسرتكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، شايفين حبايبي القوام؟ وأشوفكم إن شاء الله على خير وعلى سعادة في الفيديو الجاي.